بعد أن انتشر نور الإسلام في جزيرة العرب، أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تصل رسالة الحق إلى اليمن، أرض الإيمان والحكمة. يا علي، لقد شرفنا الله بمهمة عظيمة. نعم يا معاذ، دعوة إلى الله لا إكراه فيها ولا غلو. وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية قال فيها: يسرا ولا تأثرا، وبشرا ولا تنفرا، وكونا قدوة في الأخلاق. والله لن ندعو إلا بالحكمة، ولن نظهر إلا العدل والرحمة. خرج معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب من المدينة المنورة متجهون إلى اليمن، يقطعون الصحاري والوديان، وكل خطوة تقربهما من أرض ستحتضن الإيمان. يا علي، هذه رحلة ليست لسائر الرحلات، صدقت إنها رحلة دعوة، ومن يحمل الدعوة يجب أن يحمل الصبر. فإنما كلما تعبا تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فثبت قلوبهما. يا علي، أخشى أن يرفض الناس ما جئنا به، ومن أحسن من الله هاديا، نحن نبلغ فقط. انظر يا علي، تلك أرض اليمن، أرض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نسأل الله أن يفتح قلوب أهلها. مرحبا بكما، تبدوين غريبين على أرضنا. نحن ضيوف جئنا نحمل رسالة سلام. وما هذه الرسالة؟ دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له، ونشر العدل بين الناس. بلغني خبر القضاء، فماذا تريدون من أهل اليمن؟ نريد لهم الخير في الدنيا والآخرة، نريد لهم التوحيد ثم الصلاة ثم مكارم الأخلاق. وإذا ويجبر الناس على هذا الدين؟ لا إكراه في الدين. يا سيدي، هل الإسلام دين رحمة؟ نعم، يرحم الصغير ويوقر الكبير. إذا هو دين الأحبة. رأى أهل اليمن صدق الدعوة فدخلوا في الإسلام قلوبا قبل عجزنا. وإذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونحن نشهد معه. هكذا وصل دين الإسلام إلى أرض الإيمان والحكمة.